السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نهضروا على قصة دارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي سارة رجيل وتصريحاتها الأخيرة على الطلاق والتعلق والفقد. في آخر ستوري لها قالت سارة: أنا خدمت على روحي، ما نتعلق لا بالأشخاص ولا بالأشياء، باش نقدر نعيش حياتي بوعي ونبعد على أي شيء يضرني. المتابعين تاعها تفاعلوا بزاف مع الكلام هذا. بعضهم قال: صح، لازم كل وحدة تخدم على روحها قبل ما تعلق على أي واحد. وآخرين قالوا: كلامها صريح لكن صعيب تطبيقه، ماشي كل وحدة تقدر تكون قوية كما سارة بدورها ردت على التعليقات وقالت: اللي يحس باللي ما يقدرش يبدأ بخطوة صغيرة، كل يوم يتعلم حاجة جديدة على روحه، وهذه هي القوة الحقيقية. وزادت كتبت ثاني: الصمت ما ندموش عليه، لكن الكلام بلا تفكير ممكن يضر، خلي تفكيرك أقوى من العاطفة. وتكلمت ثاني على موضوع الصدفة والحياة وقالت: أنا ما نؤمنش بالصدفة، كل شي فيه حكمة وسر، حتى الطلاق اللي عشته كان لازم باش نعيش حياتي بطريقة أفضل. وأكدت أنها هي اللي قررت الطلاق لأنها جمعت شجاعتها وقررت ترحل لإنقاذ نفسها، لأنه البقاء كان راح يحطم ما تبقى منها. وقالت للمتابعين ديالها: الوعي الحقيقي ماهوش في الهروب، الوعي الحقيقي أنك تعرفي وكتاه تصبري وكتاه تصلحي وكتاه لازم ترحلي. وآراء المتابعين استمرت بالتنوع. بعضهم قال: هذا النصيحة لكل البنات، لازم يعرفوا قيمتهم قبل أي علاقة. بينما متابعين آخرين قالوا: بصراحة الطلاق ماشي هو الحل لكل شيء، لازم نفكروا قبل ما نقرروا. وبهذه الطريقة سارة عطتنا مثال على كيفاش الإنسان يقدر يكون واعي بنفسه، يحمي روحه وما يخليش مشاعره تتحكم فيه. قبل ما تتأثري بأي ستوري أو فيديو، اسألي روحك: هذا الكلام يبني حياتي ولا غير يخليها تتعقد؟ وإذا حبيتوا الموضوع خليوا رأيكم في التعليقات، واش تقولوا أنه الطلاق وعي ولا هروب؟ وما تنساوش تشتركوا في القناة باش نكملوا نقاشات حول مواضيع مهمة بالعقل وماشي بالترند.